السلام عليكم، معاكم نبيل وهذا هو الهايبر اكس الكواد كاست اس. والنهارده انا مش جاي اقول لك ان ده اجمد مايك ار جي بي جيمنج للستريم والجو ده كله، على قد ما انا جاي اشاركك تجربه مطوله لونج تيرم ريفيو ان انا بستخدم المايك ده بقالي تقريبا سنه، فهقول لك مميزاته وعيوبه بناء على هذه التجربه. ولكن خلال تجربتي في الفتره دي اقتنعت ان هايبر اكس عامله زي اقرب مثال ان واحد عامل عزومه كبيره قوي قوي وراح استثمر فلوس كتير جدا في الخامات، جاب احسن لحمه، احسن خضار، احسن كل حاجه من كل حاجه، وفي الاخر استخسر عند الطباخ. فالنتيجه حاجه من اتنين: يا اما نتيجه كارثيه والكلام ده كله هيترمى كله في الزباله وهيبقى العمليه سيئه جدا، او انك انت مش هتاخد افضل حاجه ممكنه كان ممكن تاخدها من الحاجات اللي معاك دي. ومعلش على المثال ده لان انا حرفيا جعان جدا فمثلا هايبر اكس ادت لك جوده تصنيع كويسه جدا. هو اي نعم من الالومنيوم الجسم بتاعه وهو خفيف شويه بالنسبه لباقي المايكات اللي انت ممكن تجيبها في نفس الفئه السعريه. انت ممكن تجيب حاجه مصفحه تضربها في الحيطه تخرمها وتعدي، وممكن ترجع لك تاني تقول لك يلا نكسر حيطه كمان مفيش اي مشكله. هي بتبقى امتن بكتير من هذا المايك، ولكن المايك ده يظل معدن، يظل متين، يظل هيستحمل معاك عوامل الشغل وعوامل الزمن، مش الحاجه اللي هتتكسر منك بسهوله ولا تبوظ منك بسهوله. بل خلينا نبص كده للجانب الايجابي شويه من استخدام الالومنيوم، وهو الوزن الخفيف اللي الناس مش عارف ليه بتعترض عليه برضه، مع انه هيوفر معاك في حته ان انت تجيب بوم ارم او ستاند غالي. يعني انت لو جايب مايك تقيل 5-6 كيلو ولا ما يكن وزنه، اكيد هتروح تجيب ارم غاليه جدا. انت مش محتاج تدفع 4000 5000 جنيه في ارم، لا، الحكايه بسيطه، تجيب اي حاجه افريج هتشتغل معاك كويس جدا. علشان كده انا شايف ان جوده التصنيع كويسه جدا. لو هنتكلم على التصميم، فقول لي صديقي العزيز بالله عليك، كيف عرفت انه مايك جيمنج؟ ار جي بي، لزوم الشقاوه والحركات بقى والشقلبه هو الار جي بي، مزود الفريمات على راي سنكره، وانا مقتنع جدا بالموضوع ده. بعيدا عن الهزار، الشكل بتاع الار جي بي بتاعه لطيف جدا، تقدر تتحكم فيه عن طريق السوفت وير بتاعهم اللي هو هايبر اكس نيجاتي يغطي حاجه زي كده واسمه صعب الحقيقه، ولكن تقدر تعمل منه افكتات كويسه، تقدر تتحكم في السطوع. انا بالنسبه لي الالوان الفاتحه لما بتكون عاليه وانا في الضلمه بتزودني، فبضطر ان انا اقلل الاضاءه شويه، ومش بقفل الاضاءه بشكل نهائي لسبب، وهو ان انا اعرف اذا كنت انا مشغل المايك ولا لا. لان انت عندك هنا زرار اللمس من فوق الحته دي، لو ضغطت عليها كده الصوت كده تاني الصوت هيرجع تاني، فانت بتعرف من الاضاءه بتاعت المايك زي ما حصل من شويه قدامك دلوقتي على الكاميرا. وعايز اقول لك ان التاتش ده عجبني لان هو بيخلينا نتجنب مشكلتين كبار جدا لو كان موجود زرار ميكانيكال. مبدئيا كده الزرار الميكانيكال لما بتضغط عليه الاحتكاك الداخلي للاجزاء الداخليه بتاعته بتولد تشويش او نويز، وده بينعكس على الطرف الثاني اللي انت بتكلمه، ان بيحصل نويز، بيحصل بوم طخ مش عارف ايه، تش، لا زن، لا ايا ما يكن، بتبقى الموضوع مش لطيف. ثاني حاجه وهي ان انت ما بيبقاش سهل توصل للزراير الميكانيكيه، وعشان تضغط عليها ممكن تضطر انت تمسك المايك وتعمل بقى صوت زي ده كده حاجه تضايق برضو الطرف الثاني، ما تبقاش لطيفه، ما تبقاش الطف حاجه. لكن كون ان انت مجرد ما تلمس وتبقى سهل الوصول، الموضوع بيكون اولا سريع، ثانيا ما بيضايقش اللي حواليك، فشابوه جدا جدا هايبر اكس على الموضوع ده. لو نزلنا لتحت خالص هنلاقي فيه عندنا بكره للتحكم في حساسيه المايك، بحيث ان هو يلقط الصوت زي ما انت سامع كده دلوقتي. العمليه بسيطه، او ان احنا ممكن نعليه قوي 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 زي ما انت سامع كده. نرجع، فبتبقى الموضوع ده متروك ليك حسب تفضيلاتك، حسب انت بتتكلم بصوت واطي ولا بصوت عالي، الموضوع ده خاص بيك. المهم بالنسبه لي ان البكره دي بريميوم، الحركه بتاعتها سموث جدا، وتحس فعلا ان هي حاجه ماسكه في مكانها، مش اللي هي تتكسر منك. وانا على مدار السنه دي بستخدمها، ما حصلش معايا اي مشاكل، ما فيش وش بيحصل، ما فيش اي مشاكل منها خالص، بيرفكتو بالنسبه للبكره دي. لو بصيت على المايك من ورا هتلاقي في عندك اليو اس بي تايب سي، وده الكابل الاساسي اللي بيوصله للكمبيوتر عشان يشتغل وياخد منه الباور وكمان ينقل الداتا. ثانيا هتلاقي عندك منفذ 3.5 مللي علشان توصل عليه اي سماعه تعمل بيها مونيتورنج، لو انت توصلها وفي نفس الوقت تسمع نفسك. الموضوع ده بيكون ممتاز جدا جدا لو انت في لايف ستريم او ان انت بتعمل بودكاست، عشان تبقى ضامن ان جوده الصوت اللي طالعه مظبوطه وتمام التمام. كمان هتلاقي فيهم بكره خلفيه مخفيه، ودي علشان تتنقل ما بين انماط التقاط الصوت. هنا المايك ده بتقدر تلتقط الصوت باربع طرق مختلفه. الاولى وهي ان انا بلقط الصوت اللي قدامي كده ولكن بيعزل الحاجات الجانبيه والحاجات الخلفيه. والثانيه وهي ان انت بتبدا تتكلم واحد من هنا والتاني من هنا، هتلاقيه بيلقط عادي ورا وقدام، ده عشان الانترفيو كده التالت خلينا نروح كده ده بقى معلم هيلقط من اي مكان، اللي هو فاهم كده عيش براحتك، بص في اي مكان هيلقط صوتي وصوت صباعي كويس جدا جدا. اما بالنسبه للاخيره دي فده الستيريو مود، وده كل اللي بيعمله ان انت دلوقتي هتلاقي الصوت كده طالع من اليمين، وكده هتلاقي الصوت طالع من الشمال. خلينا بقى نرجع عليه الاستيريو
قصدي الكاردويد لما يكون اللي هو بيلقط الصوت من هنا، هو ده افضل حاجه بالنسبه لي، لان زي ما بقول لك بيعزل الاصوات المحيطه على قدر الامكان. كذلك لما بتقرب قوي كده هو هتاخد تاثير كويس جدا جدا على الصوت زي ما انت هتبقى سامع دلوقتي، ولكن هتلاقي فيه صوت هوا، وهتكلم معاك ليه في موضوع صوت الهوا ده كمان شويه. بديهي جدا ان الفيديو ده بيتسجل حاليا بالمايك وانت سامع كل ده، الصوت متعدل من المايك ده، ودلوقتي هتبقى سامع الصوت من غير تعديل. 1 2 3 4 5 6 7 دي تجربه المايك بدون اي تعديلات على الصوت، وفي مروحه سقف شغاله فوقيه بسرعه بسيطه جدا، وزي ما انت شايف الصوت بتاعه هتلاقيه كويس ويعتمد عليه جدا. دلوقتي انا هبعد عنك الصوت علشان تعرف التأثير بتاع القرب ولما بتبعد بيبقى عامل ازاي. المايك ده من نوع الكوندنسر، وفي عندنا نوعين، كوندنسر ودايناميك. في فرق جوهري ما بين الاثنين لازم تبقى عارفه، ان الكوندنسر ده بيبقى ساحب كهرباء علشان يشحن الكبسوله وتبقى في حاله تحفيز دائما، بحيث ان اي صوت يتعمل هتعرف تلقطه بشكل واضح وبتفاصيل كتير جدا. العكس بقى في مايكات الدايناميك، الكبسوله الداخليه بتتحفز عن طريق قوه الموجه الصوتيه اللي طالعه من صوتك، فانت كل ما تقرب منه كده هو عموما ما بيلقطش غير من قدام بس، كل ما هتاخد صوت واضح وضخم ولذيذ جدا ولطيف جدا. وكل ما هتبعد عنه كل ما هتلاقي ان التفاصيل بتضيع. يعني انا لو جبت مايك دايناميك وحطيته بنفس الطريقه دي كده هيبقى صعب ان انا اصور لك فيديو زي ده من غير ما وشي يكون متاكل منه جزء بسبب المايك. ولكن خلينا نتكلم ان الكوندنسر يعني على قد ما هو جوده الصوت منه ممتازه جدا جدا جدا، والمايك ده حرفيا في جزئيه جوده الصوت مبهر. يعني انا ما تخيلتش ان مايك زي ده من غير ساوند انترفيس بقى والجو ده هيديني الجوده دي، لان يعني هكلمك كمان شويه في السعر، ولكن انت علشان تاخد الجوده اللي انت سامعها دي قدامك او دلوقتي حالا من كاستم ست، او ان انت تبقى جايب ساوند انترفيس وكيبل ومايك والجو ده، انت ممكن تعدي كمان ال 10000 جنيه. احنا بنتكلم كمان ايه ده سعر كبير قوي عن اللي احنا هنقوله في الفيديو ده. ولكن خليني اكلمك على عيوب الكوندنسر كمايك في العموم. يعني حتى لو رحت جبت مايك ب 20000 جنيه كوندنسر هتلاقي فيه الموضوع ده. مشكلته ان هو بيلقط الاصوات البعيده بسهوله طالما في المجال بتاعه. يعني انا لو رحت جبت حاجه كده في الجنب هناك ورحت رميها هتسمعها كويس عادي جدا، هيلقطها لانها في مجاله. لكن هو بيقدر يتغلب على الحاجات المحيطه بيه، هو مصمم ده انه يلقط كده ملوش دعوه. انما الدايناميك لا، ده بيحطك طبعا في مشاكل، ان انت لو انت في ستريم والشباك بتاعك مثلا اللي بيجي لك منه الصوت في وش المايك يعتبر، فانت اي حد بيقول سمع صاحبه تحت يعني اي قصائد شعريه من اللي احنا عارفينها في الشوارع المصريه، هتزعل جدا في الاستريم. تاني حاجه وهي الاوض بتاعتنا ما هياش معالجه ضد صدى الصوت. يعني انا علشان اعمل كده انا فاتح الدولاب وفاتح الدنيا وفاتح كل حاجه وحاطط هنا مرتبه موقفه والله على الحيط عشان تمتص صدى الصوت. المايكات الكوندنسر محتاجه بيئه مهيئه من حته صدى الصوت، لان لو صدى الصوت عندك عالي قوي قوي في الاوضه بتاعتك ده هيخليك تفقد جزء كبير جدا جدا من قوه الصوت بتاعك، وبالتالي مش هتلاقي التفاصيل اللي انت سامعها دلوقتي كده في الفيديو ده. ده عيوب الكوندنسر مايكس عموما. يعني ده مش في الهايبر اكس بس، اي مايك كوندنسر كده. على العكس طبعا مايكات الدايناميك ما بيفرقش معاك الكلام ده كله، انت تبقى مقرب المايك قوي اصلا وهو اصلا بيلقط قدامه بضرب النار، فاهم؟ فما بتحسش بالكلام ده فيه. ممكن تعمل الموضوع ده هنا ان انت توطي خالص الصوت وتبدا تقربه منك على قدر الامكان، وده اللي انا بعمله، وتشغل حاجات للنويز كانسلنج وكده. ولكن يعني دي معلومه لازم تبقى عارفها، ان الدايناميك مناسب اكتر بالنسبه للبيئه المصريه اللي احنا عايشين فيها في الوقت الحالي. المايك بيجي معاه تشوك ماونت اللي هو الحته اللي متعلقه باساتك دي، برضو معموله كلها من البلاستيك، وكل مهمتها ان هي تمنع الخبطات اللي ممكن توصل للمايك وانت بتحركه. يعني بص انا بحركه كده اهو، يعني ممكن تكون سمعت حاجه بسيطه وممكن تكون ما سمعتش خالص، ولكن انا بلاحظ انها ساعات بتنقل الصوت. هي مش افضل شوك ماونت ممكن تجيبها في حياتك او تتعامل معاها في حياتك، ولكن تقدر تقول انها بتتعامل او بتأدي مهمتها بنسبه مثلا 85% ولا 80%. فانا شايف برضو ان هي كويسه بالنسبه لحاجه جايه مع المايك. يعني زي ما بقول لك هنتكلم كمان شويه في المواضيع دي. هي مميزات كتير، اهمها جوده الصوت. المايك فعلا قادر ان هو يلقط جوده صوت محترمه، ولما بتقرب منه مش بيبوظ الصوت، لا هو بيدي لك التاثير المضخم ده كل ما بتقرب عادي. مش يعني في مايكات لما تقرب منها بالذات المايكات الرخيصه بتدي لك التاثير ده، ولكن عند حد معين اللي هو انا مثلا لحد ده. لكن لو قربت كده هتلاقي الصوت فيها بيكليب جدا جدا، اللي هو ما تبقاش سامع نفسك في النهايه، ما تبقاش الامور مظبوطه. هنا الكلام ده مفيش، لا هي الكبسوله قادره تتعامل مع صوتك باي وضع من الاوضاع. خلينا بقى نتكلم شويه عن الحاجات اللي ضايقتني، لان انا دايما بشوف ان التجربه بتتلخص في العيوب. مبدئيا كده المايك ده فيه بوب فلتر. البوب فلتر ده مهمته ان انت لو بتقول احرف هوائيه زي الف الت الب ما تخبطش زي ما انت سمعت التخبيط
المايك ده من شويه. طيب انا دلوقتي هعيد لك اختبار الاحرف الهوائيه لان ما كانش باين قوي في الفيديو وانا بسجله بسبب زاويه المايك. فدلوقتي انا هقول لك بيتزا 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 والحل الوحيد ان انت تركب بوب فلتر، وفي بوب فلتر بيكون افضل من ده، بيكون شكله عصري ومبيبقاش اخد الحجم ده كله كده قدامك. ولكن خلينا دلوقتي نجرب بيتزا 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 هتلاقي الامور بقت افضل بكتير من الاول. للاسف هو في بوب فلتر ولكن سيء، هو تقريبا مش شغال، يعني هو حتى ما بيعملش 10% من مهمته. يعني انا شايف ان هايبر اكس المفروض تهتم بالموضوع ده، ومفروض انها تشوف له حل يعني في الاصدارات او التصنيعات الباتشات الجايه يعني. تاني حاجه بالنسبه لي وهي ان المايك ده حساس جدا جدا لاي بيئه فيها اتصالات وايرلس. يعني انا لما حطيت كذا قطعه عندي بتتصل بالوايرلس قريبين من المايك، منهم طبعا السماعه اللي انا بلبسها، بدات الاحظ ان في زنه. الزنه دي بصراحه لففتني حوالين نفسي فتره لحد ما خدت بالي ان هي حاجات الوايرلس وكده السبب. فخد بالك لو انت عندك الزنه دي بتجيلك، لو انت في بدل الوايت نويز اللي هو صوت الهواء العادي ده، لا تلاقي كده اهو، اعرف ان دي ممكن تبقى مشكله واي فاي، وممكن تبقى محتاج تبعد موبايلك الراوتر بتاعك هكذا يعني. 3 بالنسبه لي، هي مش هقول لك ان هي عيب بس حاجه لازم تاخد بالك منها بالذات لو انت معاك المايك ده، وهو مكان السلك بتاع اليو اس بي تايب سي. هتلاقي السلك لو انت حاطه على ستاند زي ما انت شايف كده بيبقى داخل في الحديده بتاعه الستاند او ضاغط عليها. كذلك انت لو انت مقصر السلك وربطه كويس في الستاند وجيت رحت عامل المايك بالجامد غيرته مثلا لعكس الاتجاه، هتلاقي ان السلك بيضغط جامد جدا على السوكت وهو طالع. فالموضوع ده ممكن يخلي السوكت يتكسر منك بسهوله. انا عدت معايا الحمد لله الحمد لله يعني قدر ولطف زي ما بنقول، لان السلك فك من الناحيه الثانيه فما اتكسرش السوكت. ولكن لو السلك انا كنت ربطه جامد جدا كان ممكن السوكت يتكسر مني عادي جدا. فخد بالك من الموضوع ده، دايما تبقى حاطط المايك في اسوأ وضع ممكن يكون محتاج فيه طول سلك وتظبط الطول بناء على كده اهو، غير كده انت هتضر السلك بتاعك. انا مش بقول لك هي مش عيب، ولكن حاجه انت لازم تبقى عارفها. رقم 4 بالنسبه لي وهي الشوك ماونت ده، وانا قلت لك الموضوع ده ان هو مش دايما او في بعض الاحيان اللي بيأثر فيها في الشغل. يعني انا قبل كده كنت سامع صوت زنه وطلعت الزنه بسبب جهاز كنت حاطه، كان في مروحه بتزن جامد، فالزنه كانت ماشيه للمكتب للارم ومفروض تيجي عند الشوك ماونت وتروح، لا هو عند الشوك ماونت كملت ووصلت منها جزء. دي نقطه برضو تحسب على المايك. ولكن زي ما بقول لك هو انت جاي معاه حاجه يعني مدمجه معاه. اخر عيب بالنسبه لي وده كان السبب في المقدمه بتاعه الفيديو. بص يا معلم، دلوقتي انا كشركه لما بقول ان انا بعمل مايك علشان يكون موجه للستريمرز بالذات الناس اللي بتلعب جيمنج وكده، اديت لهم شكل حلو، لكن هل انا اهتميت الناس دي محتاجه ايه في الستريم؟ خليني اقول لك الناس دي محتاجه ايه في الستريم او في الاستخدام العام بتاعهم للجهاز بتاعهم. محتاج ان هو لما يجي يصرخ ما يلاقيش الناس ودانها اتطرشت، لا محتاج حاجه تقاوم الصريخه دي من حيث الترددات وتروح ضغطها لتحت عشان يعني اللي بيتفرج عليها هيتضايق. انت فاهم الكلام؟ تاني حاجه محتاج حاجه تنقي الصوت من الضوضاء المحيطه او صوت الهواء. حتى يعني لو انت مشغل مروحه بسيطه او حتى لو مفيش مراوح، حركه الهواء المايك بيقدر يحس بيها اكيد لانه كوندنسر زي ما قلت لك، وده اي مايك كوندنسر كده. محتاج ان هو يحط زي درجه كده زي الديسكورد مثلا، ان هو عندك في درجه معينه المايك ما ياكتفش ما يبعتش اشاره للبرامج اللي شغاله وما الى ذلك، لا هو عادي. يعني مثلا انت بتاكل مثلا ولا حاجه ما يجيبش صوره والجو ده، لا حاجه زي كده ممكن تتعمل. والكلام ده كله كذلك انا محتاج يبقى عندي فيه زي ميكسر، اللي هو يعني ايه، اللي هو انا افصل صوت مثلا لو انا بلعب لعبه ما تنافسيه وعايز اركز ولكن عايز احط موسيقى ما في البث بتاعي، اقدر اعمل كده من غير ما اكون انا سامع الكلام دون اثناء اللعب. والكلام ده موجود على فكره في السوفت ويرز لمنافسين او عده منافسين، مش منافس واحد، عده منافسين لهايبر اكس بيوفروا الكلام ده. هايبر اكس للاسف الشديد يعني متاخره جدا جدا في السباق ده، وده شيء انا شايف ان هو يضايق. شايف ان هي رشه الملح الاخيره اللي هتظبط الدنيا للاسف ما هياش موجوده. الكلام ده انت ممكن تقدر تعمل اغلبه عن طريق الفلاتر بتاعه الاو بي اس، ولكن انت مش بتستخدم الاو بي اس يعني في كل حياتك. يعني انا بتكلم مع صحابي في الديسكورد مثلا، ممكن اكون مثلا مش الشخص اللي حابب يستخدم الاو بي اس، ممكن اكون بطلع ستريم مثلا من انفيديا برودكاست على طول ولا اي ما يكن، قصدي الانفيديا شادو بلاي. يعني انا شايف ان من وجهه نظري حاجه زي كده المفروض هايبر اكس ما كانتش تعديها وكانت المفروض تهتم بيها. زائد ان هم كمان بيحطوا بريسيتس، اللي هو يدي لك بريسيت مثلا يخلي لك الصوت في بيز ودافي وعميق، بريسيت تاني عشان لو واحد اصلا صوته يكون ديب قوي ما تبقاش الحكايه مزعجه، لا يدي لك تفاصيل اكتر، هكذا. كل الحاجات دي موجوده عند المنافسين.
للاسف هايبر اكس مش عايزه تعملها، او هي مكسله ان هي تعملها. سوفت وير هايبر اكس لازم يتظبط، ده رايي الشخصي. قبل ما اقول لك سعر المايك ده حاليا كام، خليني اقول لك ان انت علشان تاخد جوده بالنظام ده، يعني انت مش هتجيب احسن حاجه في عالم الصوتيات، انت هتجيب اللي هو ايه، بدايات الحياه الكويسه. حاجه زي كده انت هتضطر تجيب لك مايك لوحده مش اقل من 4000 5000 جنيه. هتجيب لك برضه ساوند انترفيس هتخش لها برضه مش اقل من 4000 5000 جنيه. هتروح كمان جايب لك كيبل اكس ال ار كويس طبعا عشان ما تقابلكش مشاكل تشويش وكده، هو هيخش له برضه مش اقل من 1000 جنيه ولا 800 جنيه. فانت اوفرول هتلاقي نفسك عديت فعلا ال 10 11000 جنيه. المايك ده سعره حاليا 5800 جنيه. طيب هل هو يستاهل الشراء بالسعر ده؟ زي ما بقول لك هو بيقدم لك جوده فعلا استثنائيه، ولكن بالمقارنه بالنسخ الثانيه من هايبر اكس السولو كاست ولا الدو كاست هتلاقي فيه فرق كبير في الاسعار. يعني تقريبا السولو كاست عامل 1800 جنيه 1900 جنيه رينج ال 2000 جنيه، والفرق الجوهري ما بينهم جزئيه البيك اب باترنز اللي هو حته ان هو يلقط يمين شمال ورا قدام، والجو ده الثاني بيلقط من قدام بس. وانا مش شايف ان في اي ستريمر في الدنيا فعلا محتاج ان هو يلقط كل الكلام من ده. ولو انت واحد بتعمل انترفيو، انا شايف انه مش منطقي ان انت تقعد تلقط من الجنبين وتحط مايك في النص وتلقط بقى كل الايكو اللي في الروم. لا انا شايف ان انت تجيب مايكين سولو كاست وكل واحد يبقى المايك قدامه ويتكلم، تاخد صوت فيه تفاصيل وبيز عميق والجو الجميل ده كله. ده رايي الشخصي يعني. لكن عموما انا شايف ان هو موجه اكتر للناس اللي حابه اللي هي تاخد شكل ممتاز في الستريم بتاعه، شكل لطيف، حاجه تبهر عين المشاهد. ده انا شايف ان هو موجه لكده الحقيقه، واظن هايبر اكس عامله كده، والا ما كانوش نزلوا الدو كاست ولا السولو كاست يعني. لحد هنا يكون الفيديو خلص. اتمنى طبعا ان يكون الفيديو ده مش مراجعه بس، لا يكون حاجه تفيدك في اختيار مايكك المستقبلي، ويكون في معلومه جديده ليك يعني. كان معكم نبيل، سلام.